السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملكم في صحة جيدة وانتم كتشوفوا الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا تحلية منعشة بالذوق ديال الحامض كتجي زوينة بزاف. غادي نقادوها في الكؤوس، طبقة بسكوي وطبقة ديال الكريمة الغنية والمنعشة. طبقة ديال الكريمة كتجي خفيفة وكريمية بزاف، غادي تعجبكم اذا جربتوها. الا كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة مرحبا بكم، ما تنساوش تشاركوا فيها وذلك بالضغط على الزر الاحمر صابوني وتفعلوا زر الجرس باش دائما تتوصلوا بجديد الوصفات. ندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نقادو الكريمه ديال الحامض ديالنا. غادي ناخذوا 4 ديال الكؤوس كبار ديال الحليب، ما يعادل 650 ملل ديال الحليب. غادي نديروها في كاسرول كي بحال هكا، ونضيفوا عليها القشره ديال الحامضه كامله. الحامض الصفر الا عندكم، الا ما توفرش عندكم تقدروا تخدموا غير بالحامض الخضر. غادي ناخذوا القشره ديال الفوقانيه غير ديك الصفراء، نحكوها بالحكاكه بحال هكا، ونخليو الحليب حتى كيفيض على البوطه. من بعد غادي ناخذ 200 غرام ديال البسكوي. غنهرمش البسكوي دابا في بلاستيك غذائي وبالاستعانه بواحد الدلاك، ولا تقدروا تخدموا بالهاشوار ولكن ما طحنوش مزيان، غير هرمشوه. من بعد ما هرمشت البسكوي درتو في زلافه، وغنبقى ناخذ دابا بمعلقه نحاول نعبر نفس العبار ونديرو طبقه اولى في الكؤوس ديالنا. الا كنتو غتبيتو التحليه ديالكم حتى الغد لي عاد تناولوها، من الاحسن البسكويت تزيدوا معاه الزبده مذوبه وتحركوه عاد ديروه في الكؤوس. والا كنتو غتناولوها في نفس اليوم ماشي مشكل ديروا غير بسكويت بوحدو بحال هكا. غنكملوا المقادير ديال الكريمه. غادي نحتاجوا 2 معالق كبار يكونوا عامرين ديال النشا مايزينا. غنحتاجوا واحد يوغورت بالنكهه ديال الفاني، 3 ديال المعالق ديال السكر، والسكر ديما كيبقى على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا او تنقصوا فيه. واحد البيضه كامله، وعصير ربع كاس من العصير ديال الحامض. بالنسبه لليوغورت غنحتفظوا به على جنب حتى الاخير. في واحد الاناء غادي نضيفوا البيضه، السكر، وغنضيفوا حتى مايزينا اللي هي النشا، وعاد غنزيدوا العصير ديال الحامض وقبيصه ديال الملحه باش كتبرز لنا النكهات وكتجي التحليه ديالنا بنينه ولذيذه بزاف. وفي نفس الوقت رحنا مخليين الحليب كيفيض. صافي من بعد دابا ملي ضفنا واحد شويه ديال الملحه غادي نحركوا جميع المكونات باش كيذوب لنا مزيان النشا والسكر في هاد المكونات. من بعد ما فاضلنا الحليب غادي ناخذوا واحد الصفايه نستعنوا بها، ونبقاو كنضيفوه بشويه بشويه للخليط، ونديروا صفايه باش ما يهبطش لنا هذوك القشور اللي خليناهم كيطيبوا مع الحليب. غنبقاو نضيفوا الحليب بالتدريج باش ما نطيبوش البيضه، ونبقاو مستمرين حتى كنضيفوا الكميه كلها ديال الحليب وكنخلطوا المكونات كلهم مع بعضياتهم. غادي نردو الخليط كله للكاسرونه، وغادي نطيبوه على نار متوسطه مع تحريك المستمر حتى كيتقل لينا الخليط. من بعد ما كنحيدوه من على النار عاد غادي نضيفوا ليه مباشره هذاك اليوغورت بالنكهه ديال الفاني. واذا كان متوفر عندكم بالنكهه ديال الحامض راه كيكون في لي غون سيرفاس. بالنسبه للحوانت هنايا ما تيجيبوهش، ولكن في لي غون سيرفاس كاينه واحد لا مارك ما عقلتش على السميه ديالها، لومبالاج ديالو راه زرق، هذاك واعر بالنكهه ديال الحامض، راه تقدروا تستعملوه في هذه التحليه غادي يجي احسن. صافي غادي نبقى كنحرك نخلطو مع الكريمه ديالنا، ومن بعد غادي نطبقوه مباشره في الكؤوس. غناخذ الكؤوس كيف ما درنا في الاول، الطبقه الاولى ديال البسكوي، من بعد طبقه ثانيه كريمه، وغنبقاو نديرو عاوتاني الطبقه الثالثه ديال البسكوي، ونكملو بالكريمه. المهم كنبقاو نقادو الطبقات بحال هكا حتى كنكملو الكؤوس كلهم اللي عندنا.
بعد ما كنسالي غنزين بقطعه من الحامض او ريقه ديال النعناع. غنخليو الكؤوس ديالنا الا كنا عندنا الوقت غنخليوهم في الثلاجه حتى كيبردوا، تقريبا واحد 4 5 ديال السوايع حتى كيبردوا مزيان. عاد ديك الساعه نقدروا نقدموهم بالصحه والراحه. واذا ما كانش عندكم الوقت بزاف تقدروا ديروهم في المجمد، تحطوهم واحد ساعه او 45 دقيقه هكا، خصوصا الا كان بارد مزيان، وخرجوهم قدموهم بالصحه والراحه. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب المتوفر عندكم في المنزل. تقدروا تزينوا الفوق غير بشويه ديال البسكوي. المهم هذه هي التحليه ديالنا اللي شاركت معكم اليوم، كتجي زوينه بزاف، غزاله وكريميه. اكيد الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها، غتعتمدوها في وصفاتكم، خصوصا ملي كيكون الصهد بحال هاد الايام اللي كنمروا فيهم، وخصوصا عاوتاني في رمضان كتجي زوينه بزاف في السحور. كنتمنى من كل قلبي الوصفه والاقتراح ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو كالعاده خليو لي اكبر عدد ديال لي لايك، تعليق الزوينه ديالكم اللي كنقراها دائما، وخليو لي المساجات ديالكم اذا عندكم اي تساؤل ولا عندكم اقتراح. نخلي لكم اللين ديال الانستغرام ديالي والفيسبوك، صفحه الفيسبوك تحت لتحت في الوصف تحت الفيديو، ومرحبا بكم عندي. وبالنسبه للبنات اللي غادي يسولوا ولا الدراري اللي غيسولوا على هاد الكويسات، هادو راه ماشي ديال الزاج، هادو ديال البلاستيك، وكناخذهم من عند الحلاوي. الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات هما عاد من كناخذهم. هادو راه كبارين في الحجم، ماشي داك الحجم الصغيور، هادو كبارين تبارك الله، وراه دايرين 3 دراهم الواحد، وكاينين اللي صغار منهم دايرين درهم ونص. شكرا لكم وشكرا على المتابعه، والى اللقاء الى وصفه وحلقه جديده ان شاء الله. بسلامه عليكم. باش بغيت نعرض باش زعما ديالكم، زعما مثلا الطاجه ديالكم واصلا دابا غادي نقولوا دابا كلتو الصحراء ماشي ديال الله يهديكم. راه كل واحد فينا عنده واحد الهدف في الحياه، كل واحد شنو كيعجبو. انا شخصيا هاد الساعه هادي بما انني عندي بعض المشاكل صحيه وانني كننسى بزاف